السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم الايام بخير. رجعت لكم بعد غياب، ان شاء الله مش هنغيب تاني. الغياب ده رجع لكم بقى بحاجة من اهم وصفات رمضان والسحور، الزبادي اللي لا يمكن نستغنى عنه ابدا 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 في الصيام وفي السحور. ده حاجة اساسي في السحور، حتى لو ما بنتسحرش لازم ناكل زبادي. عامله لكم زبادي مفيش اجمل من كده، كريمي وخفيف ولطيف، وحاجة مفيش احلى من كده. معانا هنا 2 كيلو لبن او حليب من اي حد بتاع لبن او فلاحين او لبان، لبن يكون موثوق منه، مش لبن مبستر او من السوبر ماركت. وانا عامله لكم النهارده باللبن البقري، لاني انا شفت ناس كتير جدا بتقول اللبن البقري ما ينفعش، اللبن البقري مش دسم، اللبن البقري مش بيربط. عامله لكم النهارده بلبن بقري وطالع تحفه، وحياه ربنا من دسمته انا بشيل الوش بتاعه. حاجه كده من الاخر. بجيب ال2 كيلو لبن بتاعي، بحطهم في حله، اول ما الاقيه ابتدى يغلي ابدا اقلب فيه، علشان انا مش عايزاه اول ما يفور كده اطفي عليه، لا، اول ما الاقيه بدا يفور اقلبه ويغلي معايا غليان زي ما انتم شايفين كده. اسيبه دقيقه او دقيقتين يغلي الغليان اللي انتم شايفينه ده. دي اهم حاجه. بعد ما يغلي الغليان ده بطفي عليه وببدا اعمل بالكبشه او بالسباتيولا بتاعتي او من حله لحله زي ما انا عاوزه، زي ما انتم شايفين كده. عايزه اكون رغوه زي الرغوه اللي انتوا كنتوا شايفينها معايا هنا. انا استخدمت لل2 كيلو حليب 3 علب زبادي من الصغيره اللي هي 70، 3 علب من اللي هي الصغيره 70. حابه تستخدمي علبه كبيره براحتك، حابه تستخدمي اكتر من كده براحتك، بس انا بقولك اللي انا استخدمته بالظبط 3 علب من الصغيرين اللي هم 70. واي ماركه، انا استخدمت ماركه مجهوله جدا، مش اي حاجه معروفه، وربط زي ما انتم شايفين في اول الفيديو. بسم الله ما شاء الله عليه. وانا عاملاه باللبن البقري. طبعا احنا كلنا عارفين ان اللبن البقري بيكون قشطته او وشه صفرة زي ما هي طالعه معانا كده. بسم الله ما شاء الله. انت شايفه الوش والدسامه بتاعته، مش دسم والكلام، بس اهم حاجه يكون من لبان او من فلاحين عشان يكون دسم معايا ويكون بخير، وما يكونش مبستر او من بتاع السوبر ماركت. خدت كبشتين من اللبن او 3 كبشات من اللبن على ال3 علب زبادي بتوعي، خلطتهم الاول بره علشان اضمن ان الزبادي يدوب ويبقى معايا الزبادي كريمي. هنا جيت فضيت الزبادي على اللبن بتاعي، وبجيب زي ما انت شايفه الصينيه، بولات، زبديات فخار، بتوع الكريم كراميل او المهلبيه، اي حاجه متوفره عندي برصها في صواني زي ما انت شايفه كده الومنيوم، وببدأ اصب فيها الخليط بتاعي واحدة واحدة كده، واصب فيها الخليط. عندي ما شاء الله ال2 كيلو لبن دول عملوا لي حوالي 13 او 14 زبدية. ما شاء الله انت شايفة الزبديات كبار، يعني انت لو تستخدمي حاجات اصغر من كده هيرمي معاكي. ولو انت برضو مش حابة تعملي ال2 كيلو براحتك، اعملي كيلو، اعملي نص. حابة تعملي كيلو استخدمي عليه علبة زبادي صغيرة او علبة ونص، حابة تستخدمي نص استخدمي معلقتين زي ما انت عايزة. انا كان فضل معايا كمية تانية ضفتها زي ما انت شايفة كده. عندي هنا مية مغلية، اهم حاجة تكون مغلية. باجي حوالي تلت الزبدية اسويها مية، ما بزودش اكتر من كده، بقى التلت بالظبط ميه مغليه. بزود في الاتنين بالطريقه دي زي ما انت شايفه، ما بخليش الميه تترفع قوي علشان تلمس الزبادي او تبقى اقل من كده. حاولت اغلفه الاول بستريتش، بس دي نصيحة مني. الصواني بتبقى الصينية بتبقى سخنة جدا من المية السخنة وبتسيح الاسترتش، فانا مش هقولك بقى هنلف بفوطة او بدفاية او بحاجة، لا، انا غلفتها الاول بالفويل زي ما انت شايفة معايا كده، وبعدين غلفتها بالاسترتش. دي نجحت جدا، احسن من الفوطة واحسن من الاسترتش بس، واحسن من اللي يقولك لفيها او دفيها بدفاية او بطانية، لا. زي ما انت شايفه كده انا لفيتها بفويل الاول، غلفتها كويس جدا زي ما اكون عامله صينيه حاجه هتدخل الفرن، وبعدين غلفتها بستريتش. في الوقت ده انا كنت بسخن الفرن على اعلى درجه. انا الفرن بتاعي كهرباء، كان اعلى درجه فيه 250. شغلته شويه حوالي 10 دقايق من فوق ومن تحت لحد ما لقيته سخن جدا، وقمت جايه مطفياه وغلفتهم كويس جدا، وقمت جايه مدخلاهم في الفرن بتاعي زي ما انت شايفه معايا كده. جيت تاني يوم الصبح
او بعد 4 ساعات. فانا في المضمون بتاعي انا سبتهم من بالليل من حوالي الساعة 11 في الفرن، ما دخلتهمش التلاجة غير برضو تاني يوم الصبح، وبعدين طلعتهم. بشوفي معايا القوام الكريمي، مش معنى ان هو متماسك، ومش معنى ان هو طالع ماسك نفسه جدا، ومش معنى ان هو طالع حلو جدا كده ان هو مش كريمي او طري معايا، لا، طالع طري وكريمي وانضف كتير واضمن كتير، وحاجة مضمونة وانتي عاملاها في البيت، وما تجيش بربع او تلت السعر من بره.